وبارك على رسوله الأمين. أيها الحضور الكريم، بمناسبة الذكرى 47 من مسيرة الخضراء المظفرة، وباسم منظمة لم شمل الصحراويين الملكيين بالعالم، أغتنم هذه الفرصة لأترحم على روح مبدع المسيرة الراحل جلالة المغفور له الحسن الثاني، الذي خلد لنا ولجميع الأجيال السابقة واللاحقة معجزة تدرس في الجامعات في أوروبا، وتعد مدينة أكادير إحدى أهم المحطات التاريخية المرتبطة بهذه الذكرى. فخطاب المسيرة ألقاه جلالة المغفور له الحسن الثاني من مدينة أكادير، وهنا التأمت جميع الوفود المشاركة في المسيرة لتكون الانطلاقة إلى الصحراء لاسترجاعها من براثين الاستعمار الإسباني. أيها الحضور الكريم، إنني في غاية السعادة اليوم لنجتمع بكم كمنظمة غير حكومية تمثل المجتمع المدني الذي ينخرط بدوره في استكمال مسيرة النماء والاستقرار بمختلف ربوع المملكة. أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء التواصلي الذي يأتي تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بعيد المسيرة، وشكرا لكم جميعا. بعد إشارة الدكتور عبد الرحيم عنبي بإنجازات المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، اسمحوا لي أن أقدم لكم شريط فيديو يوثق تلك اللحظات التاريخية والبطولية لجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه والشعب المغربي. هذه الانطلاقة التي تم الإعلان عنها من داخل هذا الصرح بالخامس من نوفمبر سنة 1975. ستطؤون أرضا من أراضيكم، وستلمسون رملا من رمالكم، وستقبلون أرضا من وطنكم العليم. انطلق الجماهير المتطوعين من كل فئات وشرائح المجتمع المغربي ومن سائر ربوع الوطن 350,000 مغربي ومغربية بنظام وانتظام توجهوا صوب الأقاليم الصحراوية لتحريرها من براثن الاحتلال الإسباني، وبأسلوب حضاري سلمي فريد من نوعه استرجع الحق المسلوب، وتحقق لقاء أبناء الوطن الواحد بعدما حطمت الحدود المصطنعة وانتهى الوجود الاستعماري على جزء غالي من الوطن.